طول عمرنا واحنا بنقلي السمك بطريقة غلط. دي الطريقة الصح. هطلعها من المية، احطها في الزيت. هتقولي لا ما ينفعش، هقولك لا ينفع. شوفي بقى كده الطريقة وشوفي السمك هيبقى معاكي ازاي والنتيجة هتبقى معاكي عاملة ازاي. اهلا بيكم، منورين دايما قناتي يومك اجمل مع ام فارس. لو لسه اول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان اي فيديو جديد ينزلك على طول. جبت كده 2 كيلو سمك من الشبار البلطي، بنسميه بلطي ليه؟ علشان بيبقى سمك كبير فبنسميه بلطي. ال2 كيلو عاملين حوالي 6 حبات بالظبط. سمكة طازة. عرفتها ازاي؟ من لون عينيها. طبعا انا وريتكم لون عينيها. بيبقى لون فاتح كده وبتبقى سمكة طازة. طبعا السمكة الطازة بتفرق معاكي دايما في الطعم، واللون اللحمة بتاعتها بيبقى لونه ابيض كده وطازة يعني. انما اللي مش طازة ما بتبقاش طعمها حلو يعني. ولون اللحمة بتاعها بيبقى غامق. هوريكم طبعا فيديو وانا بوريكم السمك ولون اللحمة عامل ازاي من جوه. نضفت كده السمك الاول بالمقص، وبعد كده جبت السكينة وقشرت كده السمك من فوق ومن تحت، وجبت كده كيس بلاستيك لميت فيه بقى كل القشر بتاع السمك ده. وغسلت السمك. لحد دلوقتي لسه ما فتحتش السمك، انا بغسله الاول بعد التنظيف. وبعد ما بغسله بقوم راحة بقى فتحاه. طبعا دي طريقة حلوة جدا في قلية السمك. هي الطريقة اللي احنا كنا بنقلي بيها يعني زمان، دقيق وكده. بس انا زودت يعني حاجة بسيطة كده هتخلي السمكة معاكي تطلع كده مقرمشة وناشفة وما شاء الله عليها. جربيها وهتعجبك قوي. فانا بقى من عشاق السمك، ومن كتر حبي في السمك فدايما بعمله بطريقات مختلفة وطريقات حلوة قوي. وبحب قوي قوي لما باجي اعمل عزومات سمك بأبدح فيها بصراحة، ما شاء الله عليا يعني. بعملها حلو بكل الطرق بتاعتها. فمن احب الوجبات ليا هي السمك. وللأسف كان نفسي ولادي يحبوا السمك بس هما مش بيحبوه. بس انا دايما بعمل لهم كده وجبة كل اسبوع، علشان هو مفيد قوي زي ما انتوا عارفين. مش عايزة ولادي برضو يمنعوه. علشان كده بلتجئ لوسيلة التزيين. تزيين في السمك في التقديم كده، نفسهم بتتفتح عليه وبيكون المنظر كده العام بيبقى حلو، فهم بيحبوا المنظر الحلو يعني. فبحاول ان انا اختلف يعني في الطريقة. عندنا كذا طريقة في السمك، ما شاء الله السمك يعني له طرقات كتير جدا. فعلشان ولادنا يحبوه يعني غيري في الطريقة. جبت هنا بقى السمك كده بعد ما فتحت كده البطن بتاعته. جبت دقيق وملح وليمون وغسلته كده ونقعته شوية. جيت هنا بقى على الدقة بتاعة السمك دي، حدوق السمك بحدقه قبل ما اقليه. جبت فلفل كده الوان اخضر واحمر، وكنت مقشرة روز توم. وجبت بقى البهارات بتاعتي، معلقة ملح ومعلقة معلقة صغيرة فلفل اسود وكمون و7 بهارات كده، ودقتهم كده في الهون. ظبطي بقى كده الحدوق علشان السمك معاكي كبير، يكون السمك كده متبل ومتحدق كويس. طبعا انا دلوقتي نقعاه في ملح برضو وليمون علشان السمكة تبقى طالعة معايا كده حدوقها حلو. لو وصلت بقى لحد هنا من الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل لكم على طول. هنا بقى جبت السمك بتاعي بعد ما طلعته كده وخلصت من الغسيل. جبت كده كام ليمونة ومسكت سمكية سمكية كده من جوه ومن بره بالليمون. لان زي ما انتوا عارفين السمك من عشاق الليمون والكمون طبعا. فدايما بحب جدا يكون السمكة كده شاربة ليمون كتير. انما خل انا ما بستخدمش الخل للسمك خالص. جبت السمكة بقى كده حدقتها، وبعد كده عملت لها شريحة كده بالطول او بالعرض زي ما تحب يعني. تبلت السمكة من جوه ومن بره بالحدوق علشان السمكة زي ما قلتلك كبيرة وتكون متبلة كويس يعني. فانا عايزة اقول لكل بنت فينا او لكل بنت مقبلة على الجواز يعني،
خطوة حلوة اوي في السمك برضو، لما تيجي تعيني سمك في الفريزر ما تعينهوش كده سليم. يعني مثلا افتحيه واغسليه ونضفيه وتبليه بالتتبيلة وتروحي عيناه في الفريزر. يعني ما تعينوش كده سليم، لا، طعم بيبقى مش حلو معاكي خالص. انما لو عينتيه كده زي ما انا عملته كده دلوقتي وحصل لك ظرف او رحت مشوار ولا حاجة، حطيه في الفريزر زي ما هو كده، ما بيجرالوش اي حاجة وبيبقى جميل جدا، وبتطلعيه على القلية على طول. فده معلومة حلوة قوي، يعني حطي السمك. نيجي بقى هنا للخلطة الرهيبة بتاعتي وسر قرمشة السمك احسن من بتاع المطاعم. يعني لما بنشوف سمك بره في المطاعم بنقول له ايه كده مقرمش ولونه جميل، لا خليكي بقى تعمليه احسن من المحلات بره. جبت كده بولة شوية دقيق. طبعا الدقيق انا مش محددة الكمية، حسب كمية السمك اللي معاك علشان ما تعمليش كتير يعني وترميه خسارة. جبت هنا معلقتين كبار من النشا، ومعلقة كمون كبيرة، ومعلقة كركم كبيرة، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة سبع بهارات، ومعلقة شطة، ومعلقة كده من الكيك شيف او البيكنج باودر. جبت الدقيق بتاعي كده ونزلت بشوية بشوية مية كده، ما حطيتش المية مرة واحدة عشان الخليط بتاعي ما يكونش تقيل او خفيف. انا عايزاه زي عجينة الكريب بالظبط. قلبت كده علشان الدقيق يدوب ما يبقاش فيه اي كتل خالص، وزودت كده معلقة كركم، لان اهم حاجة في الخلطة بتاعتي دي يكون الكركم عشان يطلع معاك اللون الاصفر الذهبي الجميل ده، وتطلع دي لون السمكة بتاعتك اللي هتطلع من الزيت. جبت كده بقى كده البولة جنب البوتاجاز بتاعي جنب الزيت، طبعا كنت مشغلة، واطلع السمكية من الخليط بالمساكة بتاعتي دي وانزلها في قلب الزيت. الزيت طبعا اتحاه ونزلت على طول في الزيت. طبعا ما حدش فيكو يتريق على القلاية بتاعتي دي الطاسة دي بتاعت حماتي، انا بحبها علشان هي بتاعت حماتي، وبحب الطاسة جدا، في يعني عاملاها للسمك، يعني انا عاملة الطاسة دي للسمك. وعندي كمان كمان حماتي خدتها منها يعني وعطاني كمان حلة بحب برضو اقلي فيها البطاطس جدا. يعني في حاجات كده معينة من بتاعة اهلنا بنحب نستعملها. انا من الناس دي، يعني مش عارفة بقى كل الناس زيي ولا ايه، بس انا بحب استعمل الحاجات القديمة بتاعة زمان دي. شايفين لون السمك عامل ازاي؟ ولا اقول لكم على القرمشة؟ يعني بجد والله معلقتين النشا ومعلقة الكيك شيف هما اللي بيطلعوا معاكي السمك بالطريقة دي. اعملي السمكية طالعة مش شاربة زيت، مش لينة، لا ناشفة ومش شاربة زيت خالص. اهو تاني اهو، واحطها في الزيت على طول، اطلعها من البولة وامسكها بالمساكة شوية كده وانزل فيها بالزيت. طبعا بنضف الزيت كل ما اجي احط يعني دور سمك، بنضف الزيت علشان السمكة ما تبقاش طالعة شايلة معايا حاجة يعني. ودي كانت طريقتي في السمك، وطريقة حلوة قوي انا اعتمدتها على طول ان انا اعملها. جبت كده صينية التقديم بقى، بس طلعت السمك بتاعي على صينية كده حاطة فيها رغيف من، وعارفين والله السمك طالع احلى من كده بكتير. الكاميرا ظلماء، بس كان في الوقت ده ميعاد الكهرباء بتاعتنا يعني بتقطع في الوقت ده، فكانت الإضاءة مش شغالة يعني، والله الكاميرا كانت ظلماء. هو طالع في منتهى الجمال وطالع يعني احلى من بتاع المحلات مليون مرة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم وشجعوني كده عشان اعمل لكم كل يوم فيديوهات. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل ينزلوك على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.